انا يا جماعه يعني بجد بشوف الموضوع ده مش بس مع جماهير تشيلسي، بشوفه حتى مع جماهير الزمالك. فكره ان احنا يعني مؤمنين جدا براينا وان احنا بندافع عليه حتى الموت ده. انا مش عارف ليه يعني، فعلا مش فاهم ليه. يعني الناس اللي هي يا جماعه حياتها هي الكوره ومسؤوله مش مجرد بس عن يعني بتتحكم في ثروه مش فلوس، يعني بتتكلم في ملايين مش ملايين. الناس دي بتغير قناعاتها، الناس دي بتغير وجهه نظرها. آه يعني لسه شايفين جوارديولا. يعني جوارديولا مثلا الراجل ده، أنا مش بتكلم على ماتشه مع ارسنال برضو بس، حتى على مدار السنين اللي فاتت جوارديولا بيحاول يعمل حاجات مختلفه كتير. عن بيغير شويه من افكاره شويه عشان يعني قناعاته دي بتتغير مع الوقت. يعني فاهمني؟ ده حاجه عادي والله بتحصل وهتحصل، والمفروض ده طبيعي. فالناس اللي هي مع احترامي احسن مننا بكتير جدا ومعاه موارد وعلاقات وبتاع بتغير وجهه نظرها والله يا جماعه، يعني بتغير وجهه نظرها. فالكوره عادي ان انت تغير وجهه نظرك بكل بساطه. عادي بتروح من مربع اكس تروح لمربع واي، عادي جدا. عادي جدا والله، ده في الكوره عادي يعني. عشان بشوف ناس بتدافع باستماته غير عاديه. احنا لازم نثبت بتقول احنا صح، احنا مش فاهم. ومش بشوفها بس هنا والله، بشوفها حتى مع الزمالك. يعني وتلاقي حزبيه وتلاقي واحد لا فاهم، ومقتنعين واصي على الجماهير وهيتحكم في ارائهم مش عارف يعني. الموضوع ده من وهم، يعني من وهم والخيال. في النهايه الموضوع هيروح لحته حتته يعني. انا مثلا لما نيجي نتكلم مثلا على تشيلسي، هل مثلا بعد ما توخل وقتها انا فاكر اغلب الناس كانت ضد توخل تماما عشان خسرنا من ساوثهامبتون وكنا بنخسر في الشامبيونز ليج يعني فاهم. فالناس كانت امشي يا توخل ومش عارف ايه، ان الناس بتطالب بانه يمشي. وراجل من وقعدوا بقى يقول لك مش عارف مراته سيسي اسمها سيسي تقريبا او مش اسمها ايه. قال لك هي السبب بعد ما خدت نص في ثروته ومش ودخلونا في موال يعني. ف يعني الموضوع ده انتهى بان احنا في النهايه قلنا والله يا جماعه لا، توخيل ده كان ماشي صح وانتوا صرفتوا غلط. ف ده يعني اعتقد يعني الاغلبيه دلوقتي مالت للاتجاه ده، يعني ان شافت كده بعد ما راحت لجرام بوتر اللي هو كان ترند برضو وقتها وعانت معاه. خلاص عانت معاه، بقينا حتى فقدنا شخصيه، يعني فقدنا شخصيه النادي يعني. لكن اقصد ان احنا عادي والله يا جماعه ان انت تغير قناعتك، ده شيء عادي في الكوره يعني. ده شيء، ده مش دين، ده مش دين والله. فبالتالي يعني دي النقطه اللي انا دايما بتكلم فيها. فمش لازم ان انت تبقى مع اكس قوي وتبقى ضد واي قوي.